وصقور الصيد يشاركون في هذا المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجمعيات سجلت حضورها في هذه التظاهرة المتفردة. يمكن أكثر من 80 سلوكي كاينه هنايا اللي كنا كنشوفوا 5 السلاق و6. علاش هذا المهرجان؟ باش نحسوا المغاربة بأن السلوكي راه في خطر، والسلوكي كما كيقولوا بالفرنسية باتريمون ناسيونال. الجامعة الدولية اعترفت بالمغربية ديال السلوكي في 8/11/1934. السلوكي ما بقاش ديال شي دولة ولا ديال المغرب. القبائل كلها كيتجمعوا الحمد لله، من الشماعيه، من شيشاوه، نواحي مراكش، الصويره، كلشي الحمد لله مجموعين هنا في هذا المهرجان باش نحيوا التراث ديال هذا السلوكي المغرب الاصيل. مولعون مرتبطون بهذا الحيوان اشد الارتباط، ولحظه كهاته بمقومات الاحتفال وبعناصر هوايتهم الصيد التقليدي متعة كبيرة بكل تجليات التنافس والعشق والارتباط الكبير بالتراث وبتربية السلوقي. وحنا جينا مدينة داخلة 2000 كيلومتر على ود هاد السلوقي، التراث ديالنا وديال جدودنا ما نفرطوش فيهم، والقبائل المغربية كتفتخر بالسلوقي والصقر والعود. هو اللي كنربيوه في الدار، ما كنربيوش شي نوع ثاني من الكلب من غير السلوقي هذا. وكنصيدوا به، فيه جوج الحاجات، فيه الصيد وفيه العدسه. كيصيد الراس وهو محسن، كيصيد الارنب، كيصيد الثعلب، كيصيد الذئب ولو الخنزير. موعد استثنائي للفرجة، من اقوى واروع لحظاته انطلاق مسابقات مطاردة السلوقي للطرائد. طريدة هذه المرة حيوان الثعلب، مشهد من اجله كان الحضور من مناطق متعددة من المغرب، لوحة تحمل كل المشاركين والمتفرجين إلى أقصى حدود الفرجة.